يا مرحبا بكم مشاهدينا. أجواء الفرح والسعادة والفخر تعم الإمارات كلها، والكل يستعد للاحتفال بالعرس الوطني اللي ننتظره كل عام في نفس هذا الوقت، عيد اتحاد إماراتنا الغالية، العيد اللي يجمع الكبير والصغير، المواطن والمقيم، وكل واحد يعبر عن حبه لأرض الإمارات وقيادتها الرشيدة بطريقته الخاصة. 2 ديسمبر يوم تاريخ نتباهى فيه بإنجازاتنا وطموحاتنا اللي لا حدود لها، ونستشرف المستقبل بكل تفاصيله. غدا يحتفل الأفراد والمؤسسات بوطن الخير والحب والعطاء تعبيراً عن مشاعر المحبة والانتماء لهذا الوطن. ويستعد مهرجان الشيخ زايد ويتزين بألوان الفخر والعزة، وتمتلئ الساحات بأعلام دولة الإمارات لتنطلق احتفالات ذكرى عيد اتحاد 51 غدا في أرض المهرجان، بيستمتعون بالألعاب النارية وعروض الليزر والأغاني الوطنية والفرق الشعبية. منذ بزوغ شمس الاتحاد كان الوالد المؤسس الشيخ زايد رؤية ثاقبة وشاملة في بناء شعب طموح وأسرة متلاحمة واتحاد معرفي واقتصادي ينافس العالم بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع. كالعادة نبدأ الحلقة بكلمات للرجل الاستثنائي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. هذه الدولة سلمك الله ما صارت مثل ما صارت كثير من الدول، ولا صيرت مثل ما صيرت كثير من الدول. صارت في وقت نحن محتاجين لتكوينها، ومحتاجين لتكوينها قبل أن نكون محتاجين للدفاع عن وطن وعن أمة. ويوم احتجنا اندفعنا وحاولنا بالشيء الكثير والقليل، وضحينا بأكثر عن ما يتصور الإنسان أن بنضحي به. ولكن هذا اللي حصل، وهذا اللي الله وفقنا وإياهم عليه، الحمد لله والشكر. مشاهدينا، قبل ما نرحب بضيفنا أذكركم بسؤالنا الأسبوعي. السؤال يقول شو اسم الطير اللي يظهر في شعار مهرجان الشيخ زايد؟ 1 الصقر، 2 النسر، 3 الحباب. عشان تفوز ويانا ب10,000 درهم أرسل رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. فرصتكم طبعا انكم تلحقون على السحب اللي هو بيكون باكر وتفوزون بالجائزة الكبيرة. أعزائي المشاهدين، عندما تمتد يد الخير دون مقابل ويصبح الإنسان قدوة لأخيه، يصبح وساما في عطائه المجتمعي. وضيفنا اليوم تمتلي سيرته الذاتية بالمبادرات الوطنية امتثالا لما دعا إليه الشيخ زايد رحمه الله عندما دعا رجال الأعمال للمساهمة في مساندة المجتمع، وأن يكونوا قدوة في الكرم والعطاء ومساعدة من تحتاج إليها. نرحب اليوم بسعادة خالد بن طناف المنهالي، رجل الأعمال المعروف والشاعر. مرحبا بكم محمد. يا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. شرفتنا يا أبو محمد ونورتنا. ونبى أول شيء بنوجه لك إياه اللي هو أنك تخبرنا شو يعني لك هذا اليوم اللي ننتظره والكل ينتظره وكل بيت ينتظره بفرحة وابتسامة، اللي هو
عيد الاتحاد؟ أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نعيش هذه الأيام وهذا الفرحة الكبيرة، فرحة قيادة وشعب ووطن، وهو العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. بهذا المناسبة أنتهز هذه الفرصة ويسعدني أن أرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم حكام الإمارات وشعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذا المناسبة سنين عديدة ومديدة على قيادتنا الرشيدة وعلى شعب الإمارات العربية المتحدة بأمن واستقرارا وتقدما ورخاء إن شاء الله. اللهم آمين. أبو محمد، أنت رجل شاعر وصاحب مبادرات إنسانية ومجتمعية، ودائما تنادي بالشباب مثل ما كان الشيخ زايد الله يرحمه ينادي بالشباب، وفي إحدى قصايده يقول يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود. صحيح. وأنت دائما لك مبادرات ومساهمات تحث فيها الشباب على أو تشجعهم على الإقبال في المنافسة لنيل جوائز أنت تحطها. شو تعني لك هذه المبادرات المجتمعية اللي أنت تكون صاحبها؟ والله هذه المبادرات نحن نعمل أشياء بسيطة تماشيا مع ما تقدمه قيادتنا الرشيدة لدعم الشباب ودعم جيل المستقبل. الشيخ زايد في عدة مقالات له كرر على الحفاظ على الجيل الصاعد وعلى الشباب، وحث على تعليمهم وعلى المحافظة عليهم حتى يبلغون المستويات والمطلوبة منهم في قيادة وطنهم وقيادة بلدهم. نحن نقدم هذه المبادرات البسيطة الذي نحس بأنها تقدم الشيء المطلوب منها لدعم الشباب والتنافس على المراكز العليا والعلامات في التعليم، وكذلك في مجال التراث وفي مجال منافسات في كل ما يعز الشباب ويعز المواطن في هذه الدولة. هذه جهود تشكرون عليها أبو محمد. أبو محمد، حياة شيبتك الله يرحمه كان ملازم الشيخ زايد الله يرحمه، وأكيد تعلم منه ومن صفاته ومن حكمته الكثير، لكن نبى نعرف نحن كيف نقل العلم والحكمة اللي تعلمها لعياله. الشيخ زايد بالحقيقة إذا بنتكلم عن الشيخ زايد نتكلم عن شخصية قيادية تربوية اجتماعية بمعنى الكلمة. يعني زايد نحن نعتبره أب ونعتبره معلم، وزايد مدرسة. لا شك أن كل من عاش في عهد الشيخ زايد أو رافق الشيخ زايد أنه يتعلم الكثير من الصفات الطيبة الذي عاش الشيخ زايد والذي زرعها في أبنائه أولا وبعد في شعبه. نحن اليوم كلنا نعيش في نمثل هذا الزرع اللي زرعه الشيخ زايد. والوالد الله يرحمه ويرحم الشيخ زايد اللهم آمين، يعني كل الأولين كانوا مدارس للأجيال اللي عاشوا فيها، واليوم نحن نتحمل المسؤولية أمام شبابنا وأمام الجيل اللي نحن فيه. أبو محمد، نسمع، أنا عن نفسي أسمع عن شعرك
والا بالتليفون والاجهزه الذكيه هذه، لكن فرصه ان نستقي من شعرك وثقافتك الشعريه. شو حاب تسمعنا اليوم؟ والله عندي قصيدة صغيرة كذي بمناسبة عيد الاتحاد 50 العام الماضي. نعم. هذا العيد كان يعني عيد 50 كان اليوبيل الألماسي أو الذهبي لدولة الإمارات. نعم. وكان يعني فيه لو أن يانا في وقت كان وقت كورونا. نعم نعم. لكن الناس احتفلت والناس عاشت أفراح بهذه المناسبة وبمناسبة وصول 50 عام. نعم. ونحن اليوم في 51 عام، وإن شاء الله إلى 100 عام و1000 عام. إن شاء الله مستمرين إلى المستقبل إن شاء الله. فالقصيدة الموجودة أقول فيها 50 عام من الرخاء والسعايد مرت علينا كأنها طيف الأحلام. ونقول يلا يرحم الشيخ زايد مؤسس الدولة على دين الإسلام، وإخوانها الحكام أهل العوايد اللي لهم تاريخ في المجد قدام، ومن بعدهم يقودنا خير قايد، خليفة اللي ما تهاون ولا نام، وولي عاده يرتكي للشدايد، لا شهب سود الليالي والأيام، والشعب عاش بخير والأمن سايد، وحكامنا حكام مروس حكام، وأعلامنا رفت بروس النوايد، وحتى على المريخ رفينا الأعلام، ويشنا يضحك على كل كايد، ما يعرف إلا تم ويصير قدام، ويلا عساها العيد كل عام عايد، ونرفع تهانينا لشعب وحكام. ونرفع تهانينا لشعب وحكام. صح لسانك يا أبو محمد، كلمات جزلة. ومن يقول جزاك الله خير أبو محمد. نحن عندنا مسابقات نقدمها للمتصلين ونسألهم أسئلة ثقافية، فبنستأذنك ناخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ وياك هيفا. هيفا، يا مرحبا يا هيفا. من وين يا هيفا؟ يا مرحبا بك، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. على هذا البرنامج الأكثر من رائع، أشكرك وأشكر المعدين وكل القائمين على هذا البرنامج صراحة التراثي. وحبيت أمسي على ضيفنا الشاعر. بس لو تسمح لي عندي أبيات أهديها صاحب السمو الشيخ هيفا. نحن عندنا زحمة اتصالات والكل يبي يشارك في هذه المسابقة، لذلك غير المرة إن شاء الله بناخذك وبنسمع القصيدة كاملة. لكن الحين قبل كل شيء بعرف أنت من وين؟ من الشارجة. من الشارجة، ونعم بأهل الشارجة. هيفا جاهزة للسؤال الصعب؟ جاهزة إن شاء الله. زين هيفا، السؤال يقول: ما اسم المتحف اللي يوثق لحظات إعلان وتأسيس الاتحاد؟ هل هو متحف اللوفر ولا متحف الاتحاد؟ عندك 15 ثانية. ما اسم المتحف اللي يوثق لحظات إعلان وتأسيس الاتحاد؟ هل متحف هو الاتحاد. إجابة صحيحة، مبروك عليك 1000 درهم جائزة عينية. ونسير للمرحلة الثانية ولا ما تبين تسيرين تنسحبين؟ روح. لا روح. أشكرك. ما عندك مشجعين أظني؟ لا مو عندي. زين هيفا، السؤال يقول: في وصف التماسك والتوحد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كلمته المشهورة، شو هي؟ في وصف التماسك والتوحد شو هي؟ جاوبي وعندك 15 ثانية. البيت متوحد. صحيح، مبروك عليك الجائزة يا هيفا، 2000 درهم جائزة عينية. هيفا نترياكم تزورونا هني في المهرجان إن شاء الله. اتصالكم ما يسد ترى.
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، ونكمل حوارنا مع ضيفنا ونرحب به مرة ثانية أبو محمد. حياك. أبو محمد، نشوف دائما أنك أنت حاضر في الاحتفالات والمهرجانات التراثية، ودائما ما تبادر بتكريم الفائزين بجوائز قيمة. شو مدى اهتمامك؟ ليش تهتم بهذا الجانب؟ في الحقيقة الجانب التراثي هو جانب من أصلنا كمواطنين لدولة الإمارات. نحن أجدادنا وأبانا عاشوا في فترة تراثية تقريبا كلها، وجاتنا الحضارة والتقدم والرفاهية في عهد الشيخ زايد طبعا، الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. ولا بد لنا أن نولي هذا التراث اهتمام، وهذا كل ما نوليه نحن هو تماشيا مع توجهات المغفور له الشيخ زايد، الذي هو دعم التراث الدعم الرسمي والدعم الذي وصل التراث إلى القمة. نعم. وثم بعد ذلك عيال زايد الذين واصلوا هذا المسيرة. نعم. ولا زالوا يدعمون هذا التراث دعم سخي، ويستفيد منه في الحقيقة المواطن الخليجي بصورة عامة، مش دولة الإمارات. نعم. وبس، إنما دول الخليج بصورة عامة. نحن عندما نبادر أو ندعم يكون هذا واجب علينا كمواطنين أننا نبذل ما في وسعنا لدعم هذا التراث. والهدف من هذا الدعم هو أن أخواننا رجال الأعمال وأخواننا رؤوس الأموال كذلك عليهم واجب وعلينا واجب أننا ندعم، ما نخلي الأمور كلها على الدولة، لو أن الدولة الحمد لله موفرة كل شيء ولا في حاجة شيء، لكن الواجب الوطني على المواطن أن يبذل ما في وسعه. نعم. شوف، فنحن نقوم بهذا الدعم ونقدم الجوائز ونحضر هذه الاحتفالات، دعم لإخواننا ودعم للشباب الفائزين لتشجيعهم على هذا التراث ومواصلة هذا التراث. شو سبب تركيز أبو محمد على الإبل؟ الإبل هي جزء لا يتجزأ. نعم. من الإنسان العربي منذ بداية التاريخ، وذكرت حتى في القرآن. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. في الحقيقة نحن نسير على خطى ناس قدامنا عاشوا على الإبل
ووصلتهم إلى ما وصلوا إليه اليوم. نعم. ونحن ما وصلنا إليه اليوم، فلها حق علينا. نعم. أننا نقوم برد شيء من الجميل الذي قدمته لأهلنا وأبانا. نعم. السابقين. نعم. نعم. أبو محمد، لكم مبادرة اللي هي المزاينة قبل 22 سنة، ابتكرتوا هذا الشيء أو أنت ركزت عليه في سنة 2002 تقريبا. شو سر اهتمامك أو ابتكارك هذه المنافسة؟ هذه المنافسة كانت في الحقيقة في البداية كانت مش موجودة. نعم. جاءت بعد أفكار فكرنا فيها أننا ندعم هذا المجال ونسميه المزاجنات للإبل. نعم. مثل ملكات الجمال ما يسوونها برا، نسوي ملكات جمال في الإبل. نعم. جربنا هذا الشيء في البداية وحصل قبول كبير من الشعوب ومن المواطنين في دول الخليج. نعم. وكذلك رفع من قيمة الحلال حتى وصل إلى قيام عالية ومستويات عالية. نعم. وبعد ذلك عندما الدولة شافت هذا الشيء أن الشعب استفاد منه، توجهت له الدول في دول الخليج كلها، شفت، توجهت له ودعمته الدعم الرسمي المستمر الكبير الذي نعيشه هذه الأيام. هذه المنافسة فيها اهتمام كبير من جميع الناس اللي يمتلكون الإبل أنهم يشاركون في كل سنة، ودولة الإمارات قائمة على دعم هذه المنافسة. أبو محمد، بنرجع نتكلم عن الإبل والمبادرات والابتكارات اللي أنت ابتكرتها أو نفذتها، ولكن بناخذ كم من اتصال ونرجع لك. السلام عليكم، ونقول ألو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. منو معاي؟ خولة. يا مرحبا يا خولة. خولة، كيف الحال؟ من دبي. خير الحمد لله. من وين أنت يا خولة؟ ما شاء الله حلو. من دبي. من دبي، ونعم بأهل دبي. برنامجكم وعليه كلام. من وين حلو. بالضبط في دبي؟ خوانيج. من الخوانيج. استعديتوا للاحتفال بالعيد، عيد الاتحاد؟ إن شاء الله. كفو كفو إن شاء كفو. الله. خولة، جاهزة للسؤال؟ جاهزة. السؤال يقول يا خولة، اذكري الإمارة اللي تم اختيارها عاصمة عالمية للكتاب عام 2019. هل هي الشارجة ولا دبي؟ 15 ثانية. اذكري. شارجة. ما شاء الله عليك، شارجة. جاوبتي بسرعة. مبروك عليك 1000 درهم جائزة عينية يا خولة. وشو رايك نسير أول مرة أشارك وياكم. مبروك، فزتي كل سنة. أول مرة، وهذا ناموس بالنسبة لك، فزتي إن شاء الله. زين خولة، إن شاء الله بكمل، بس ساعدوني. تفضلي. ما تقصرون وياي. بنساعدك إن شاء الله، بس لازم أنت تجتهدين في البداية وتحاولين تطلعين الجواب. شو رايك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. زين خولة، السؤال الثاني يقول: ما هي أول محطة طاقة نووية في العالم العربي؟ محطة طاقة نووية. 15 ثانية. أول محطة طاقة نووية. سهلة. ما هي أول محطة طاقة نووية في العالم العربي موجودة في دولة الإمارات؟ طاقة شمسية. قربت. أغير ولا؟ الطاقة. شو اسمها؟ طاقة الشمس. في أبو ظبي موجودة. العالم العربي. قربت لك. في العالم العربي في الإمارات في أبو ظبي. الحين وايد قربت لك، وايد ساعدتك. طاقة نووية. أوبلنس. ما اسمع. أوبلتنس. لا، بحرف الباء تبدأ. حرف الباء. فراري. لا، براري يا مال العاب. براء. ساعدوني قرب بعد. براء. خلاص انا اختصرت وقربت لك كل شيء. خليج عربي، الامارات، ابو ظبي. خليج العربي. براك. قلتها. شو؟ برار. خلاص. براك.
خلاص خولة شاركي مرة ثانية إن شاء الله وتفوزين. الجواب هي محطة براكة في إمارة أبو ظبي، أول محطة طاقة نووية في العالم العربي. حاولت أساعدك كثر ما أقدر لكن للأسف. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، منو معاي؟ يا مرحبا بك، وياك زهرة أحمد من أبو ظبي. زهرة من أبو ظبي، يا مرحبا يا زهرة، كيف الحال يا زهرة؟ يا ربي يعافيك. جاهزين لعيد الاتحاد؟ أكيد أكيد. أحب أشكركم على الجهود مسوينا عندنا في الاحتفالات في المهرجان، صراحة يعني شيء لا يعلى عليه، يعني الحمد صعب لله. يعني مش بالذكر يعني. هذا بدعم قيادتنا الرشيدة الحمد لله، اللي نعم تولي نعم. اهتمامها نعم كلها في أكيد. التراث وراحة واستمتاع الناس بأوقاتهم هني في إمارة أبو ظبي ولا كافة الإمارات. زهرة جاهزة للسؤال الصعب؟ أكيد إن شاء الله. السؤال يقول يا زهرة، متى انطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ؟ هل هو 20 سبتمبر 2020 ولا 20 يوليو 2020؟ 20 يوليو 2020. إجابة صحيحة ومبروك عليك ال1000 درهم يا زهرة. شكرا. هل مستعدة تسيرين للمرحلة الثانية؟ روح. إذا خسرتي تراك بترجعين للصفر كأنك ما اتصلتي يعني، بس يلا إن شاء الله استفدنا من المعلومات. إن شاء الله ما نخسر. بتفوزين؟ إن شاء الله بإذن الله. زين، سؤال سهل. السؤال يقول اذكري اسم السد الذي قام الشيخ زايد بافتتاحه عام 1986. عيد أذكر شو؟ اذكري اسم السد الذي قام الشيخ زايد الله يرحمه بافتتاحه عام 1986. 86 مش في الإمارات هو. أوكي. 1986 في اليمن. سد؟ ها؟ السد العالمي؟ لا، في العالي؟ اليمن. حرف العالي؟ الميم. ميم أول شيء. سد ميم. مأرب. صح، إجابتك صحيحة، مبروك عليك ال2000 درهم. الله يبارك. جائزة عينية ما شاء الله عليك. ننتظر زيارتك هني عندنا زهرة. أكيد. ما يكفينا الاتصال. شاعر اليوم معانا في الاحتفال من هذه أخونا، طول بعمره يا رب. آمين آمين، الله يرحمه ويغفر له ويحفظ شيوخنا العايشين. زهرة شكرا لك، وفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مشاهدينا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم للفوز بجوائزنا اليومية، وأذكركم بسؤالنا الأسبوعي اللي بيتم الإعلان عن الفائز إن شاء الله باكر اليمعة، وما عليكم إلا تطرشون رسالة نصية على الإجابة الصحيحة. والسؤال يقول شو اسم الطير اللي يظهر في شعار مهرجان الشيخ زايد؟ 1 الصقر، 2 النسر، 3 الحبار. عشان تفوز ويانا ب10,000 درهم ارسل رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أعزائي المشاهدين، نرجع مرة ثانية لضيفنا أبو محمد. أبو محمد، مجلسكم دائما نلاحظ أنه عامر بالشباب والناس شو واللي هم قراب منكم سواء ربعك ولا رفاقتك.
وانت دائما تكون موجود من بينهم، شو سر الاهتمام هذا ابو محمد؟ ما اسمع. هذا طال عمرك المجالس بصورة عامة أنشئت في ديوان السابق ولي العهد قبل أن يوصل إلى رئيس دولة الإمارات، وهذا المجالس خصصت للمناطق الموجودة في دولة الإمارات كاملة. هذا المجالس لعدة منافع، منها اجتماع الناس أهل المنطقة، سكان المنطقة، ما هي أنها قبيلة واحدة ولا عائلة ولا هذا، لا، إنما سكان المنطقة الموجودين نعم يجتمعون في هذا المجالس. وكذلك الدوائر الحكومية تسوي محاضرات نعم عن الخدمات الذي ستقوم بها مثلا في السنوات القليلة المقبلة. فمجلس منطقة بن إياس أو مجلس خالد بن طناف بالذات في الحقيقة يهتم بهذه المواضيع، وفيه عدد كبير من المواطنين الذين يرتادون هذا المجلس ويستفيدون الكثير من الإرشادات، كذلك من الوعاظ من هيئة الأوقاف في أبو ظبي الذين يقدمون محاضرات قيمة وفتاوي للمستفسرين في أحكامهم الدينية. نعم. والمجالس هذا خدمت الكثير وخدمت المجتمع، وعادت اللحمة للمواطنين مع بعضهم البعض والتلاقي مع بعضهم البعض. ومجلسنا من ضمن هذا المجالس، وهذا واجب علينا أن نقدم كل ما في وسعنا حسب توجيهات القيادة الصادرة والتعليمات لهذا المجالس. يعني إن شاء الله أبو محمد يكون مجلس عامر إن شاء الله بأهله وبالطاقة الشبابية، وأيضا بكم أنتم اللي الشباب بيفتخرون فيكم في يوم من الأيام أنهم كانوا مجالسينكم. من يقول جزاك الله خير. أبو محمد، في جائزة أطلقتها اللي هي جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق، كيف انطلقت هذه الفكرة؟ من كنت؟ هذا الفكرة في الحقيقة جات في البداية، كانت نحن نحاول أن خاصة في الشباب نحاول أن نرفع من مستوياتهم في التعليم. ما شاء الله البنات عندنا دائما متقدمات، وسوينا جوائز للشباب، جوائز قيمة خاصة في الثانوية العامة، على أساس يدرسون ويجتهدون على أساس يحصلون على علامات مرتفعة. وفعلا من أول تجربة لاحظنا فرق كبير في الشباب، وصلوا إلى فوق 90 يعني ما شاء الله في العلامات. كانت في البداية فكرة عنا نحن قبيلة المناهيل. نعم. وبعدها عندما شفنا أن المناهيل استفادوا منا، استاذنا من القيادة الرشيدة. نعم. وسويناها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. جزاكم الله خير. وفعلا استفادوا منها الكثير، وتشمل الثانوية العامة والكليات التطبيقية وأصحاب الهمم، وكل يعني في الثانوية العامة جميع ما في الثانوية العامة المتفوقين انكرموا. المراحل الدراسية. نعم. الثانوية العامة. نعم. وناس حسبوا لها حساب كلهم وتنافسوا، وفعلا ارتفعت علاماتهم ووصلوا إلى مستويات عالية. لا، الاهتمام واضح عليها كبير. نعم. أبو محمد بنرجع نتكلم معاك، ولكن عندنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، منو معاي؟ وياكم العنود من العين. العنود؟ ايه من العين. يا مرحبا العنود، كيف الحال يا العنود؟
بخير والله. طاب حالك، ايش حالكم انتم؟ شو اخباركم؟ خير الله يسلمك. على البرنامج الرائع، اكثر من رائع ما شاء الله برنامجكم. اشكركم، اشكر القائمين والكنترول، واشكر بعد حتى ضيفنا على المعلومات القيمه هاي. الحمد لله الحمد لله. العنود عندنا اسئله صعبه، حابه تشاركين؟ هي احب الصعب انا. زين. السؤال يقول يا العنود: اين يقع مقر هيئه رجل العام التي منحت اللقب للشيخ زايد عام 1988؟ هل هو في باريس ولا لندن؟ باريس. مبروك عليك، 1000 درهم جائزة عينية. قلت لك أسئلتنا صعبة صح، وهذا سؤال صعب ما شاء الله عليك عرفتي. انزين العنود، حابة تصيرين للمرحلة الثانية وتفوزين معنا بال2000 درهم إذا جاوبتي صح، وإذا خسرتي إن شاء الله ما تخسرين تروح عليك ال1000 وال1000 الثانية. حتى لو خسرت أنا ما شاء الله فايزة وياكم بالبرنامج. الله يعزك الله يعزك، نتشرف بك. السؤال يقول يا العنود: اذكري اسم أول كتاب باللغة الإنجليزية عن حياة الشيخ زايد الله يرحمه. 15 ثانية. أول كلمة هو من كلمتين. صقر. شوف وين نشأ الشيخ زايد؟ صقر الصحراء. إجابة صحيحة، ومبروك عليك ال2000 درهم يا العنود، ما شاء الله عليك دارشة زين، وعندك مشجعين بعد. حلو. تواتي الحمد لله. الله يحفظك يا العنود، ولا تنسين تزورينا هني في المهرجان. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم. بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية، ونرجع لضيفنا العزيز سعادة خالد بن طناف المنهالي. سعادتك احنا ما بنخليك تروح لين ما نغتنم أو ناخذ من شيء من شعرك بتسمعنا فيها الحين. شو من الشعر، شو من قصايد عندك؟ مشكورين على كل حال. عندي قصيدة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. الله يحفظه ويطول في عمره. سمعنا شو بتقول؟ يقول: طال عمرك لا جيت بسوي قصيدة لها عنوان من كثرة الشعار الأبواب من سده، يا غير أبو خالد لا ذكرته فتح البيبان، وجات القوافي كأنها السيل من هده، ومن سيدي أريو السموحة على ما كان، إن كان ما جات القصيدة على قده. هذا محمد ولد زايد رفيع الشان، يشبه على زايد وزايد على يده، راعي السياسة والفراسة يقود كيان، ولو كان بمدح فيه للصبح ما سده، منصب ومنسب من طلع قايد الفرسان، ونعد والحكام أولها من عده، هده ومده وانعطى ريح الميزان، وحيا شعوب من الأضهاد ملتده، وكل ما فعلته يا محمد من الإحسان ما حد قد سواه في طولة المدة، قاد المسيرة في الجزيرة وصيته بان، من حد قابوس العماني إلى جدة، وكفى أو وفى يوم وقف مع سلمان ضد الميوس اللي من الدين مرتدة،
هذا العلاقة والصداقة لها تبيان، ما هي تبين المواقف غير في الشدة. وقف بيش يعرف الدين والأيمان، مسيره على قدام ما يعرف الردة، لين أصبح ينوب الجزيرة ذراء وأمان، ونقصت يدين المعادين من حده، له سيرة عطرة على الفطرة مع الإنسان، يسلم على راس اليتيم وعلى يده، من طيب راس وساس حكم مع الأزمان. أنا أشهد أن الشعب يغليه ويوده، واختامها نطلب من المولى عزيز الشان، يالله يا المطلوب في عمره تمده، يالله يا المطلوب في عمره تمده. اللهم آمين. اللهم آمين. صح لسانك أبو محمد ولسانك. مهما قلنا ومهما قالوا الشعراء، لكن ما بنوفي حق هالإنسان. صحيح. الله يحفظه. لكن هذا يعني نحن نعتبرها خواطر بسيطة. وأنا قلت في أولها من كثرة الشعار لأبواب من سده، كل العالم قصدوه بالشيخ محمد. نعم صح. بما أن تطرقنا لموضوع الشعر والشعراء، شو رأيك في الشعر الإماراتي في الفترة الأخيرة؟ هل فيه اهتمام زايد من الشباب؟ الشعر الإماراتي فيه اهتمام زايد من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وشعر المليون دليل على ذلك. نعم. تقدم الملايين من الجوائز ومن التشجيع للشباب على مستوى دول العالم العربي تقريبا، وهذا داعم كبير. وشعار دولة الإمارات لا يقلونه أهمية عن إخوانهم الشعار، وحصلوا على البيرق عدة مرات. نعم. ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. هذه مبادرة أطلقها أو اهتم فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. صحيح. وقاموا فيها لجنة إدارة المهرجانات مشكورين على استمرارهم في تقديم دائما نسخ جميلة. أبو محمد، ما مدى اهتمامك وحرصك في حضورك لسباقات الهجن بالتحديد؟ سباقات الهجن هي جانب من التراث لدولة الإمارات العربية المتحدة. هل هو متطور في تطور أو في تقدم مستمر؟ طبعا في تقدم وفي تطور مستمر، وفي دعم كبير من القيادة الرشيدة على مستوى دولة الإمارات، وكذلك من دول مجلس التعاون بصورة عامة. يعني يا مرحبا أبو محمد، كلمة أخيرة توجهها للشباب ولكل اللي يشاهدونك الحين. كلمة أخيرة، أولا نشكركم على الاستضافة، وبعد نوجه كلمة إلى الشباب في المحافظة على أنفسهم والمحافظة على وطنهم. نعم. وعلى أمن هذه الدولة، وعلى توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. مشكور سعادتك سعادة خالد بن طناف المنهالي على حضورك. أنت شرفتنا ونورتنا وأعطيتنا من العلم والعلوم الغانمة اللي عندك. شكرا. نشكرك أبو محمد. نعم. وأنتم كذلك منورين ومشكورين. الله يسعدك. الله يسعدك ويجزيك إن شاء الله الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. في أمان الله.